لو حبيبتك من مواليد برج الميزان، يا ترى ايه شكل بوكيه الورد اللي تقدر تخطف بيه قلبها؟ زي ما قلنا في فيديوهات سابقة وهنعيد وهنكرر في كل الفيديوهات، انك لما بتجيب للست هدية فده بيعني لها انك راجل كريم، والست بتحب جدا الراجل الكريم. لكن لما بتفكر تجيب للست ورد تحديدا، فالورد هنا مش بيوصل بس رسالة انك كريم، لا، ده بيوصل قد ايه انت راجل راقي ومتحضر وكمان مختلف. خد بالك انك تقدر تدخل اي محل ورد وتشتري بوكيه ورد من اغلى انواع الورود وافضل انواع الورود وتقدمه للست، وتأكد انه هيوصل الرسالة اللي انت عايزها. لكن لما بتجيب للست ورد خاص بيها بيعبر عنها الحاجة اللي بتحبها، الألوان اللي بتحبها، أنواع الورود اللي هي بتفضلها، ده بيوصل رسالة تانية خالص، وهي إنك فاهمها والست بتعشق الراجل اللي فاهمها. خليك فاكر إن كل ست لها ذوق مختلف في الورد، فالورد اللي بيناسب واحدة ما بيناسبش واحدة تانية، وعشان كده عملت لك الفيديو ده عشان تختار بوكيه الورد اللي يناسب البرج اللي انت عايزه. لو هتقدم بوكيه ورد لأنثى برج الميزان، احرص انك تختار الورود كبيرة الحجم، وخصوصا لما تكون باللون الوردي. زهور واغصان الاعشاب العطرية زي النعناع واللافندر انثى برج الميزان بتفضلها جدا، وطبعا بتاخدها في عالم خاص بيها. كمان اللون الازرق بجميع درجاته ومعاه اللون الابيض بيعجب قوي انثى برج الميزان. المهم في النهايه لما بتيجي تعمل بوكيه ورد لانثى برج الميزان، احرص ان تكون الزهور شكلها جميل وحجمها كبير وريحتها حلوه وفواحه، وده هيكون الشكل النهائي لبوكيه ورد انثى برج الميزان. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتشترك في القناه وتشير الفيديو لاكبر عدد من اصدقائك عشان تعمل فايده. وانتظروني في فيديوهات جديده ومواضيع جديده هتفيدكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.